اليوم القصة ديالنا غيعاودها لينا فيصل كان هو وصحابو كيمشيو يخيموا في الصيف بزاف. نصحهم واحد صاحبهم يمشيو لواحد البلاصه في نواحي الصحراء. ركبوا الطوموبيل وشدوا الطريق ووصلوا للصحراء. الدخله ديالها كانت زوينه، الجو زوين بزاف والسقيل، وكان وقت الشتاء. عجباتهم البلاصه بزاف بالسقيل اللي كان فيها والراحه، كتسمع غير صوت الهواء. حطوا الخيمه والفراش، دوزوا نهار زوين بزاف حتى وصل لي. جمعوا الخيمه وركبوا في الطوموبيل وشدوا الطريق باش يرجعوا. كان كيبان ليهم الشانطي قريب، ولكن هما وسط الصحراء، الطريق الرئيسيه بعيده شويه، وكانت واحد الطريق طويله بزاف كتبان ليهم وبعيده، وواحد الطريق كتبان مختصره بزاف يمكن توصلهم بالزربه للطريق الرئيسيه. اختاروا يدوزوا من ديك الطريق اللي ما فيهاش الشانطي، فيها غير التراب، باش يربحوا الوقت ويخرجوا للطريق الرئيسيه بالزربه. داكشي اللي داروا من هذيك الطريق، وكانوا غاديين غير بشويه حيت الرمله ما كتخليش الطوموبيل تمشي بالزربه. بقاو غاديين ضربوا نص ديال الطريق شويه، وهي تبان لهم واحد الخيمه حداه واحد الطوموبيل قديمه بزاف واقفه وسط هذيك الطريق. صحاب فيصل فضوليين واحد شويه، قالوا ليه خلينا نمشيو نشوفوا شنو كاين تما. بما انه كاينه خيمه وكاينه طوموبيل معناته الناس مخيمه هنايا، خلينا نمشيو نشوفوهم. شعلوا الضوء ديال الطوموبيل على الخيمه وسكتوا الطوموبيل ونزلوا يشوفوا شكون كاين تما. ملي نزلوا شموا واحد الريحه خانزه بزاف. واحد صاحبهم كان زاعم، قال خلينا ندخل نشوف شنو كاين لداخل. نزل من الطوموبيل وغادي للخيمه وكيقول السلام عليكم، كاين شي حد هنا؟ ما جاوب حتى حد، وهو يدخل الخيمه. يلا دخل الخيمه وهو يغوت بالجهد وعيط علينا نجيو عنده. دخلنا عنده كنجريو، لقينا واحد الراجل كبير بزاف عنده شي 80 عام، شعره ابيض وطويل مغطي وجهه كله، وحوايجه موسخين بزاف تقول ما دوش هادي شي عام. عيطنا عليه، الحاج خاصك شي حاجه. ما تلفتش لينا وبقى كيبكي، وحنا بقينا كنشوفو في بعضياتنا. شداتنا الخلعه ولينا كنترعدو، ما بقينا عارفين شنو واقع ولا شنو نديرو. حصلنا ما بقيناش قادرين نمشيو ونخليوه ولا نبقاو معاه. كان كيبكي ويقول سمحي لي يا زهره. قلنا ليه يلا نوصلوك لدارك معانا، وهو بيبكي وقال هذه هي داري. شداتنا التبوريشه من اللي سمعنا هاد الهضره. كيفاش هذا هو دارو؟ يمكن ولادو سمحوا فيه ولا كيفاش تجا سكن هنا؟ وانا نقول ليه عاود لي الحاج قصتك، مالك اشنو واقع ليك؟ وهو يقول لنا طلعوا من هنا وما ترجعوش، راهم جايين. بدينا كنشوفوا في بعضياتنا شكون هما اللي جايين، وهو كيبكي وكيقول طلعوا خرجوا عليا من هنا. ولكن لصقناه، قلنا ليه غتعاود لينا القصه ديالك. قال لنا خرجوا من هنا قبل ما يأذيوكم. ما فهمنا والو، ولكن بقينا باركين معاه حتى ما بقاش كيبكي وبدا كيعاود لينا في القصه ديالو بوحدو. قال بلي نعاود لكم القصه ملي نسالي، سيروا بحالكم وما تلفتوش وراكم حيت راهم جايين. وهنا بدات اغرب لحظه في حياتي. الحاج بدا كيعاود لينا في القصه ديالو. قال انا سميتي صالح، عمري 80 عام، وقصتي بدات ملي كان عندي 20 عام، يعني القصه طويله شويه. صالح كان شاعر وقلبه قوي، كان كيمشي للصحراء بالطوموبيل ديالو ويحط الخيمه ديالو الصغيره ويبقى بوحدو يكتب في الشعر. كان كيطلع معاه شي شعر واعر، كلشي كيستغرب منه وكيقول هذا واقيلا ساكنو شي جن، هو اللي كيكتب ليه هادشي، كيفاش تا كيطلع معاه هاد الشعر بهاد الطريقه هادي. واحد نهار كان صالح راجع البيت بالليل، لقى واحد طوموبيل واقفه بنص الطريق، وكان فيها واحد الولد عمره 30 عام، كان اون بان في ديك الطريق. صالح وقف عند داك الشاب وقال لي نقدر نعاونك؟ قال لي ها انت كتشوف الطوموبيل دايره بيا اون بان جديده وما عرفتش كيفاش وقفات ليا في هاد الطريق. وطلب من صالح ياخد الكونتاك ويمشي يخدم الطوموبيل. صالح مشى يشعل الطوموبيل. اول ما حل الباب بانت ليه واحد المراه باركه في الكرسي اللي حدا الشيفور ومغطيه كلها، ما كيبان فيها والو، كتبان غير الملحفه البيضاء اللي لابسه. يلا حل صالح باب الطوموبيل وهي تلفت ليه المراه، حشم منها ومشى عند الشاب قال لي خد انت شعل الطوموبيل وخليني انا نشوف لك الماكينه. قال لي هاد الطوموبيل ما غاديش تعرف ليها، صافي يا صاحبي سير انت شعل لي الطوموبيل وخليني انا هنا في الماكينه. وهو يقول صالح لهداك الشاب
قال ليه راه كاينه مرتك تما ما نقدرش انا نبرك حداها. هو يقول لي اش كتقول؟ دور وجهه ما لقى والو، وهو يحشم صالح. وهذاك الولد هو يقول صالح سير شعل لنا الطوموبيل وبلا هضره خاويه، واش باغي تخلعنا في هذا الليل؟ صالح تصدم، حنت بعينيه شاف مرا باركه تما ولابسه ملحفه بيضه. رجع صالح حل الباب وهو يشم واحد الريحه زوينه بزاف، وبدا كيخدم في الطوموبيل. خدمات ليه الطوموبيل وهو يمشي هذاك الشاب وشكر صالح وقال لي شكرا حنت عاونتيني. صالح بقى واقف عجبات وديك الريحه، ما بغاش يتزحزح من تما، بقى واقف حتى مشات هذيك الريحه. صالح رجع للدار وطول الليل وهو كيفكر في ديك الريحه وهو يكتب واحد القصيده زوينه. وجد الورقه والستيلو ورجع خرج وهز طوموبيلته ومشى خرج للصحراء. يبدا كيكتب في الشعر ويبدا يحس بالبرد كيضرب ليه على وجهه، وفيه نفس ديك الريحه اللي شمها حدا الطوموبيل. عجبوه الحال وبقى كيكتب في الشعر. ويجي وقت النعاس في الخيمه ديالو وهو يسمع بحال شي واحد جاي عنده. خرج راسو كيطل، لقى نفس المرة اللي لابسه الملحفه البيضاء جايه حدا الخيمه. حشم شويه ويلقاها واقفه حداه، حشم منها وقال لها شنو بغيتي اختي باش نقدر نعاونك؟ شنو المطلوب مني؟ قالت لي انا باغاك انت اجي معايا دارنا قريبه من هنا نوريك شنو باغا. مشى معاها صالح في الطريق وهو حشمان طول الطريق وحاضر راسو. جبدات به الطريق، بقاو غادين هو يعيا صالح ويسولها حنا مشينا بزاف، فين هي داركم؟ قالت ليه ما تزربش صالح. تحجب صالح، او كيفاش تعرف سميتي؟ وهي تقول لي وهي ماشيه كمل صالح وما توقفش. صالح ما كانش خايف، على قبل هو موالف يبات في الخلق، ما كانش خايف، ولكن كان غير مستغرب هادشي كيوقع معاه. هو اصلا موالف بالصحراء وما كيخافش. وصل وقت الفجر، قرب الفجر وهي توقف حدا واحد النخله وغبرات، ما بقاتش كتبان، بقى كتبان غير الملحفه ديالها. صالح هز الملحفه، ملي هز شم فيها ديك الريحه الزوينه اللي شمها اول مره حدا الطوموبيل. عجباتو الريحه وبقى بارك في بلاصتو. شويه وهو يقول غادي نرجع للخيمه ديالي ننعس، غير دور راسو لقى راسو حدا الخيمه وحدا الطوموبيل. هنا استغرب، قال او انا شحال ديال الطريق مشيت، كيفاش انا هي الطوموبيله وهي الخيمه بحال انا ما ماشي والو. نعس واحد شويه وهو شاد الملحفه وما فاق حتى ل 11 تاع النهار الثاني. طلع خرج يدور في الصحراء وكل شي كان بخير وعلى خير، وبدا كيكتب في الشعر شويه بشويه وهو يحس بحال شي حاجه جايه مقربه منه. هز راسو شاف نفس المرة جايه عنده، ما بقاش عارف كتبان وقت ما بغات وكتخبر وقت ما بغات. ما بقاش عارفه واش هي انسيه ولا جنيه، ولكن تاكد بما انها ماشي من الانس. قالت لي تخليني نبرك حداك نسمع الشعر؟ قال لها مرحبا. بركات حداه وعطاها كاس تاتاي وقال ليها وريني وجهك. بقات ساكته وشويه ويتحيد الملحفه على وجهها. سبحان اللي خلق الانس والجن، شاف جمال عمره ما شافه في حياته، كلها بيضة وصافية وعينيها واسعين وإيديها منقوشين زوينة بزاف. بدا كيقول ليها في الشعر وهي فرحانة بزاف وعجبها الحال. ضحكات وقالت ليه أنا من زمان باغاك وعاجبني حيت كتكتب الشعر زوين. قال ليها كيفاش باغاني وأنا من الإنس وأنت من الجن؟ قالت ليه واخا مختلفين، الحب ما كيعرفش المستحيل. قالت ليه أنا نطلب منك طلب ونرجع لك من بعد وتجاوبني. قال لي هتسوليني. قالت لي تتزوج بيا؟ تصدم صالح، قبل ما يقول حتى كلمة غبرات وخلات غير الملحفة تاني. بقى صالح يفكر بينه وبين نفسه، ما عنده حد في هاد الدنيا، امه وباه ميتين وعايش عند عمه، وقال ما كاين اللي يمنعني من نتزوج بيها، اش غادي يوقع ليا كاع. داز داك النهار وبقى كيتسناها تبان ليه، ولكن ما بقاتش بانت ليه. دازت شي 10 ايام وهو كيتسنى والو، كيمشي يبرك في الخيمه وكيبقى بارك في الليل بوحدو باش تجي عنده والو، ما بقاتش بانت ليه. واحد النهار هو يبدا يكتب في الشعر وهي تبان ليه على غفله. فرح صالح بزاف وكان كيحس بلا ضروري خاصو يشوفها، وقال لها انا موافق على الزواج ولكن ما تخلينيش بوحدي مره اخرى. قالت ليه كاين شروط باش تزوج بيا خاصك توافق عليهم. قال لها انا موافق على كل شيء، اي حاجه تقولي لي انا موافق عليها. ضحكات
وقالت لي لا صالح، تسهلنا بعد تسمع الشروط في الأول. قالت لي أول شرط هو ما تهدرش مع عائلتك إلا مرة واحدة في الشهر، وقبل ما تمشي تشوفهم تقولها ليا. صالح بطبيعة الحال ما عنده العائلة لا والو، عنده غير عمو باغي يتفك منه. جا هاد الشرط مزيان ما عنده ما يدير به. قال ليها عادي أنا موافق. والشرط الثاني قالت لي هو تخليني كل نهار ساعة في الخيمة تسد عليا وما تحلش عليا الباب ديال الخيمة. قال ليها واخا. جا هاد الشرط عادي يعني. والشرط الثالث قالت لي تقابل عائلتي وقبيلتي ويعرفوا بما انت تزوجتيني. استغرب كيفاش غادي يشوف قبيلتها وعائلتها وهي ماشي من الانس. قالت لي شوف بنضرب بحسب حتى حاجه، انت غير وافق وانا غنوجد لك كلشي. قالت لي شوف فكر مزيان. قال ليها انا موافق. قالت لي وانا غادا دابا وملي نكون جاهزه غادي نرجع عندك. نهار الاول كيتسنى، الثاني كيتسنى، الثالث كيتسنى، ما بانتش ليه. نهار الرابع دخل الخيمه، نهار الرابع كان بارك في الخيمه وهي تدخل معاها واحد جوج ديال الرجاله. واحد كان لابس مزيان ونقي والثاني مسخ، حوايجهم مبهدلين وحالته مبهدله. سولها شكون هادو؟ قالت هذا باها والثاني شيخ القبيله، اليوم غادي تزوج بيا والقبيله كلها غادي تشهد انك تزوجتيني. استغرب فين هاد القبيله؟ قالت لي حل الخيمه. حل الخيمه وهو يتصدم من اللي شافه. العافيه شاعله في كل بلاصه والناس واقفين بزاف، في منهم لاشكالهم كتخلع ومنهم لاشكالهم عاديه. شويه هو باه يقول ليه واش انت باغي تزوج بنتي؟ قال لي اه. هو يبدا يهضر هذاك الراجل مع الشيخ بهضره ما مفهوماش، بداو كيتفقوا بواحد اللغه ما فاهمها الصالح. قال ليها شنو كيقول؟ قالت ليه كيسولوا عليك واش وافقت على شروطي كلها. هو الشيخ يكتب على واحد الورقه ديال الجلد وعطاها ليها وغبر، وبشويه بشويه بداو كيغبروا الاخرين، وبرا بدات كطفى العافيه بشويه بشويه وكيغبروا دوك الناس بحال شي خيالات كتمشي. وهي تجي حدا هذيك الجنيه وحطت يديها على كتفو قالت ليه ما سولتينيش على سميتي. قال ليها شنو سميتك؟ وهي تقول لي واحد السميه ما بقاش عاقل عليها. قالت ليه وعيط عليا بالسميه اللي كتعجبك ويسميها زهره. حطت يديها على راسو وقالت ليه ما تخافش غمض عينيك. ملي حلهم لقى راسو في خيمه كبيره ومفرشه ونقيه بحال ماشي نفس البلاصه اللي كان عايش فيها، وبقى عايش هو وياها حياه طويله مع زهره اللي بغاها كتجيبها ليه. كل نهار كتجيب ليه الماكله وكتجيب ليه الفلوس وكتعطيه اللي بغى. واحد نهار زهره قالت لصالح بما ولدات واحد الولد من الجن. صالح بغى يشوفه. قالت لي ما نقدرش لانه ما يقدرش يتجسد في صوره زوينه تعجبك. قال لي علاش يتجسد؟ ياك ما انتي كتجسدي، وريني صورتك الحقيقيه. قالت لي لا هذا الشكل اللي كيعجبك انت، الا وريتك صورتي الحقيقيه غادي تكرهني. ولا صالح ديما كيدورها في راسو شناهي الصوره الحقيقيه ديالها، واش ماشي هي هذه اللي كنشوفها انا؟ جاه الفضول ولا باغي يعرف شكون هي في الحقيقه. طلبات منه وعد عمرو يجبد معاها هذا الموضوع والا غادي تختفي وما تبقاش تبان ليه ابدا، وعطاها عهد. دازت 10 سنين وواحد نهار كان خارج يدور في الصحراء، حس براسو ما مرتاحش. رجع للخيمه لقاها مسدوده، عرف بما هذه هي الساعه اللي كتكون فيها زهره باركه، وهذا هو الشرط اللي شرطات عليه النهار الاول فاش بغى يتزوجها. صالح جاه الفضول، علاش كتبقى ساعه في الخيمه؟ اشنو كدير؟ اش كتفعل؟ هو يحل عليها الباب. حل عليها باب الخيمه وهو يتخلع، لقى زهره باركه ومربعه ومحيده راسها وشادها في ايديها وكتمشط فيه، وكانت على هيئتها الحقيقيه، وجهها بحال محروق ومشوه بزاف، ما كتشبهش لديك زهره اللي كيعرفها هو. وحداها واحد القزام لونه احمر كيخلع. اول ما دورات وجهها غوتات بالجهد وغبرت هي والقزام. وبصالح بدا كيقول واش انا هاد السنين كلها وانا عايش مع هادي؟ تصدم، هاد السنين كلها وانا عايش مع هادي وهداك ولدي؟
كيفاش كنت انا باغيه، ولكن كيفاش هي شكلها هكا، وكيفاش ترجع لي زهرة اللي كنعرفها؟ انا ما باغيش نفرط فيها. فين غبرات وما بقاتش كتبان لي. داز النهار الاول، نهار الثاني، نهار الثالث، والو واش بانت لي. واحد النهار وهي تجي زهرة قدام الباب وعيطات على صالح من برا الخيمه. طلع لقاها بصورتها الحقيقيه. قالت لي علاش ما وفيتيش بالعهد اللي عطيتيني؟ انا كون بغيت نبان لك بهيئتي الحقيقيه كنت طلعت لك النهار الاول، ولكن انت ما غاديش تقبلها. وغوتات، واش تقبلني هكا؟ سكت. وهي تقول لي جاوبني ولا نحرقك انت في الخيمه ديالك. قال لي الصراحه انا ما نقدرش نتقبلك هكا، ولكن علاش ما ترجعيش لشكلك الاول؟ قالت لي داكشي علاش ما طلعتش ليك بصورتي الحقيقيه، ولكن غادا نخليك تندم على كل شيء. ومن هذيك الساعه وصالح عايش حياته كل عذاب. رجع للخيمه كيتسناها تسامحه، وكل ليله كيبقى يفكر فيها، ولكن هي ما بقاتش بانت لي ابدا، وكيبقى يتسناها تسامحه، وكل ليله كيبقى يفكر فيها. واحد النهار وين عس ما فاقش يومين ويلقى راسو مليوح في واحد البلاصه باش هي البلاصه اللي كان فيها. ما لقى لا طوموبيلته ولا خيمته ولا والو، لقى راسو مليوح غير في الخلا، ما بقى عارف والو. وطول الليل كيسمع الكلاب كتنبح والحجر كيتشير عليه. هو ما كانش خايف، كان كيقول زهرة باغا تخلعني، ولكن ما كانش متوقع قبيلتها تنتقم منه لانه ما وفاش بالعهد. والنهار الثاني لقى راسو في بلاصتو الاولى، وطوموبيلته كاينه والخيمه ديالو موجوده. ما بقى عنده حد يمشي عنده، حتى عمو اللي كان ساكن معاه مات وولادو باعوا الدار. بقى عايش في ديك الخيمه بحال الحبس، ما عندوش فين يمشي، وكان كيتسنى زهرة تسمح ليه. ولكن فيما كيوصل الليل كتبدا قبيلة زهرة تخلعو وتشير عليه بالحجر، وديما كيلقى الماكله حدا الخيمه كياكل منها، وبعض المرات كتحول لعظام وزبل حاشاكم، وبعض المرات كيلقى راسو في غار مربوط وكياكل في العصا. هادشي كله لانه ما وفاش بالعهد ديال زهرة، وديما كينعس وكيقول سامحيني يا زهرة. وقال الدراري هذه هي القصه ديالي، وهربوا دابا راهم جايين. سمعنا هاد القصه وحنا نتخلعوا وعرفنا بما الجن ما يمكنش يلعب معاه بنادم. ركبنا طوموبيلتنا ومشينا وخليناه تما، حيت لا خديناه معانا غادي تنتقم منا زهرة كاملين. شويه وهي تغبر الخيمه،